السلام عليكم، ازيكم يا احلى متابعين؟ نورتوني في فيديو جديد. النهارده نعمل مع بعض ان شاء الله كباب الحله الاصلي بلونه الخطير ده وشكله الجميل ده والصوص بتاعه التحفه اللي احنا شايفينه بلونه الخطير دوت. هنعرف مع بعض كل الاسرار، خليكم معايا للاخر عشان نتعرف على كل الاسرار. واول حاجه هنجيب قطعه لحمه، انا جايبه كيلو لحمه، اي قطعيه انت تحبيها عادي بتمشي معانا. كباب الحله بينفع معاه كل القطعيات، وهنمسكها نقطعها شرايح او مكعبات او اي شكل انت عايزه تقدمي بيه اللحمه بتاعتك. انا قطعتها شرايح ومكعبات عادي باي شكل. وفي طاسه سخنه على النار هنزل باللحمه بتاعتي بعد ما قطعتها وهديها تقليبه كده، وهنزل معاها بردك بعدها على طول بالبصل علشان الاتنين يتشوحوا مع بعض وياخدوا لون ذهبي. وهنزل بالبهارات بتاعتي، ملح وفلفل اسود ورشه قرفه خفيفه علشان تديها طعم معايا. وهتني اقلب في اللحمه مع البصل انا مقطعاه جوليان كده علشان يفضل ماسك نفسه معايا للاخر ويبقى باين كده. انا بحب شكل البصل مع اللحمه، بيبقى شكله تحفه جدا. واتني اقلب في اللحمه مع البصل لحد ما يتكرملوا معايا الاتنين كده. اللحمه بتاخد اللون الذهبي الجميل ده، والبصل كمان بياخد معايا لون حلو قوي. وبعد كده بنزل عليهم بكوبايه ميه وبغطي لحد ما تغلي، وبعد كده بهدي النار خالص على اقل حاجه زي يعني تشريب الرز كده او تدميس الفول. يعني خلي النار بقى هاديه وسيبيها على النار بقى ساعة ونص ساعتين على حسب اللحمة، تطلع معاكي احلى كباب حلة بالشكل اللي انت شايفاه دوت. شايفين الجمال؟ تحفة شكله بجد، يعني بيجوع لوحده، تحفة وكل الولاد هيحبوه. تقدري تقدميه مع رز أبيض أو بشعرية أي حاجة، بصراحة تحفة. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بلايك وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد ونكبر سوا وعيلتكم تبقى أحلى. وإن شاء الله أنزل لكم وصفات جديدة. شرفتوني ونورتوني، هستنى تكتبولي في التعليقات ايه الوصفة الجديدة اللي انتم مستنيني اعملها في الفيديو الجاي. بصراحة رأيكم بيهمني جدا. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.